عسلامة ومرحبا بكم في مطبخ أم نرمين. اليوم باش نطيبوا مع بعضنا دويدة مفورة بالدجاج. حضرنا المقادير كالعادة. باش ديريكت نبداو نطيبوا مع بعضنا. خذيت كمية طماطم، خذيت 3 مغارف طماطم، كمية الدجاج اللي موجود بالطبيعة اللي متوفر عندكم. غسلته بالقارص مرتين. حضرت الخضرة متاعي، خذيت قرنين فلفل غسلتهم وملحتهم باش نقليهم تنوريكم كيفاش. راس بصل، خذيت كعيبات رند، وخذيت راس بطاطا قسمته في زوز، قرن فلفل شايح، كمية الثوم خذيت 5 سنين ثوم يعني قصيتهم تريفات صغار، خذيت راس بصل فرمته جويد، وهذه كمية الزيت متاعنا حاجتنا بها على زوز مراحل. خذيت المقادير اللي هما فلفل الاحمر، الهريسه العربي، الفلفل الكركم، الفلفل الاكحل، مغرفتين الملح ومغرفتين تابل مكومين. وهذه هي كميه الدويده نتاعنا اللي باش نستعملوها اليوم. خذيت تقريبا رطل يخص شويه، وتوا باش نبداو مع بعضنا نطيبوا. شعلنا الغاز نتاعنا باش نصبوا كميه الزيت نتاعنا، باش نخلي شويه حاجتي بيه بعد للشربه، باش نخليه يسخن شويه باش نقلي فيه قرينات الفلفل. خلينا الزيت متاعنا سخن باش نحطوا توا قرينات الفلفل باش نقليوها ونقلبوها قرينات الفلفل. فوالا انا روح نلقى عندي زوج قرينات فلفل، نلقاهم كبار برشا على المقفول، وليت قسمتهم في زوج. ديجا تشوفوا فيها نقليو على نار هاديه، ما نقص شويه على الغاز. فوالا قليو قرينات الفلفل توا باش نهبطوه نسيس رواحنا. نقصت على النار متاعنا توا باش نحط البصل، نخليوه يتخلى على نار هاديه بالطبيعه، نخليوه يذبل شويه، من بعد باش نكملوا نخلطوا عليه تريفات اللحم. ذبلنا البصل متاعنا توا باش نحطوا تريفات اللحم، كل واحد اللي متوفر عنده. انا خذيت من كل بطاطا جزء، خذيت بارتي. فوالا عشان نخليوه يتقلى في البصل، خليوه يتقلى على نار هاديه ما نحرقوش. في وقت التقليه نتاع الدجاج باش نحطوا اكا قرين الفلفل الشايح باش يبدل لنا مطعم وريحه اللحم. راه ما عندكمش فكره على القرن الفلفل الشايح شنو ينجم يعمل في الماكله، يزيدها بنه على بنه. قلينا قرين الفلفل مع تريفات الدجاج توا باش نخلط كميه الطماطم متاعنا اللي هي قلنا 3 مغارف. باش نقعد نخلط في الطماطم نتاعنا، نقلي فيها، نقصوا في الغاز. راني نقصت من بكري انا على الغاز، راني نخليه يطيب سله باش ما نحرقش حتى مكونات متاعي، لا نحرق الدجاج لا نحرق الطماطم لا الهريسه العربي لا الفلفل الاحمر. ديما على نار هاديه نقليها شويه طماطم، ومن بعد باش نزيد عليها لفاحات. قليت الطماطم كيف ما شفتوا التكستور بتاعها، ولات كايني صوص توا باش نحكو كميه اللفاحات نتاعنا، فلفل الاكحل والتابل والكركم والفلفل الاحمر، خلطوهم الكل مع بعضهم، نخليهم يتقليو شويه دوبلاش. باش نزيدوا عليهم كميه الهريسه العربي، باش نمرقوا توا دوبلاش ونخليو لفاحات تدخل في بعضها. نمرقوا بشويه ماء سخون مش برشا دوبلاش. فوالا ديجا ديريكت يبدا يغلي، راك تشوفوا فيه معناتها ماء سخون على الاخر. نقص على غازي باش نزيد توا كعيبات الرند اللي عندي. انا خديت راس بصل باش نحطه توا باش يطيب مع الدجاج وتخلط عليه بعد البطاطا. باش نحط
شطر كمية الثوم والباقي باش نخلطو بعض. فوالا نخلطو الخلط تاعنا، نخليوه يتقلى شويه ومن بعد نمركولو ونخليوه في راحته. خلينا الخليط نتاعنا يتفوح يشرب الفحات نتاعو. تو باش نمرقلو باش نخليه يطيب في عقله. انا ما عملتش فيها راهو لا حمص لا عملت سفناريا لا عملت حتى شيء، اللي متوفر عندي ما لقيتش دبره، اللي متوفر عندي عملته. عملت قرينات الفلفل. تو هاني خليت كعبه بصل، حطيت كعبه بصل واللحم ومن بعد خلطت عيبه بطاطا ولا فيها الفيم برك باش نخليهم توا يطيبوا. في الاثناء باش نوريكم كيفاش باش نعملوا الدويده المفور. توا باش نحضروا الدويده المفوره نتاعنا. باش نصبوا كميه تاع زيت كما شفتوا، باش نحط شويه كركم باش نفوحها، شويه فلفل اكحل فوالا وشويه ملح، وباش نخلطهم نخليهم يتشربوا اك الزيت نتاعهم باش يجينا من بعد كي نفوروها تجينا كعبه بكعبه. كملنا خلطنا، دخلنا الزيت الكل بالباهي والفاحات. توا باش نحطوهم في الكسكيس نتاعنا باش نحطوهم يتفوروا. فوالا نحطو الكسكيس نتاعنا يسخن ونخليوه يطيب في راحته، منقصين عليه خليه يطيب سله سله. وراهو ساهل ما تاخذش برشا تفويرات. تو تفويرتين ما فيهاش روح الدويده في ساعه ما تولي طريه. وما زلنا باش نخلطوا البطاطا نتاعنا نخليوهم دريجين ونرجعوا نسقيوها ومن بعد نكملوا مع بعضنا. باش نهبطوا توا الدويده المفوره نتاعنا وباش نسقيوها. نسالش راهو تقبل الصوص لو ماكسيموم، ما تقلقش تخافوش عليها. فوالا شوفوا كيفاش الصوص نتاعنا ما شاء الله مع ريحه الثوم وريحه الرند كيفاش فاوحه. فوالا توا باش نخلطها. بسم الله. مرتين هكا راهي خاطر ما فيهاش روح ديجا، هي توا بالفابور ديجا ولات معناتها بدات تتذبل مع الصوص هذيا. مع نرجعوها تزيد تعمل تفويره اخرى الا هي تولي حاضره وجاهزه للاكل. كملنا سقينا. توا باش نكمل نخلط كعبه البطاطا نتاعنا وبقيه الثوم اللي قعد لنا. فوالا نخليوها تطيب في عقلها في نفس الوقت الدويده نتاعنا تتفور. فوالا عرفت لها انا راهو معناتها صحن نرجع نسقيها بيه. فوالا خليها توا في عقلها. توا هذيا باش نسقيو توا المره الثانيه. فوالا المره الثانيه وهي المره الاخيره على خاطر ديجا ولات الدويده نتاعنا طريه تعمل كيف ما قلت لكم راهي تقبل الصوص ما تقلقش. تشوفوا كيفاش نحركها ونتفقدوا مع بعضنا البطاطا نتاعنا والبصل. الدجاج نورمالمون طاب سي بون. نفقدوا البطاطا نتاعنا والبصل. كملنا سقينا. تو باش نحطوا ما بقالنا كان باش نحطوا في صحن التقديم. ديجا البطاطا نتاعنا راهي طابت، راس البصل طاب، الدجاج نتاعنا طاب، قرينات الفلفل مقليين ديجا حاضرين. تو ما بقى كان باش نحطوا في صحن التقديم. ما نحكي لكمش على الريحه
وعلى الفواحات كيفاش مفوحة. هذايا صحن التقديم. دونك حطينا الشربة للدويدة المفورة متاعنا، زدتها شوية صوص توا باش نزينها. وهذايا صحن الدويدة المفورة متاعنا اللي عملناه مع بعضنا اليوم. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. هاكا الدجاج طايب في حقه، راس البصل، البطاطا، قرينات الفلفل، ما عملتش انا راهو فيه حمص، اللي يحب يعمل السفناريه كيف اللي يحب يضيفها ما ثم حتى مشكل. هذايا صحين تاكلوا بالهنا، وان شاء الله نتقابلوا في وصفات اخرى.